وهبي مدرب للمنتخب المغربي عوض وليد ركراكي نسمعوا. وعلاش هذا وهبي نديروا فقط نديروا معاه غير كاس العالم؟ وعلاش وهبي قبل غير كاس العالم؟ لان كاين شي حوجات ما بغيناش نقولوها، خلينا نشوفوا المعطيات كلها قدام عينينا. علاش هما بغاو مع وهبي غير كاس العالم، وعلاش وهبي حتى هو براسو قبل هاد التحدي ديال كاس العالم؟ لنفرض وهبي ما داش في الدور الاول، لنفرض انا كنقول يا ربي فهاد العواشر لما توفق يمشي مزيان، لنفرض ما داش في الدور الاول، راه غنمسحوه صاحبي، راه غنمسحوا الولد، راه غنكرفصوه. دونك هاد التعامل مع وهبي فقط لكاس العالم هو الموديل فالعمليه كلها، بمعنى انني كنعطي اشاره، كنعطي علامه، كنعطي برهان على انني انا موجد الناخب الوطني ما بعد كاس العالم. لا، ممكن ان الجامعه بغات تحمي نفسها على المستوى التعاقدي باش ما يكونوش مشاكل بحال اللي كان ربما مع مدربين اخرين اللي كان عندهم واحد العقد اللي طويل الامد. تالقتي ومشيتي مزيان في لاكوب دي موند تبارك الله، ما مشيتيش ما حققتيش هذاك الهدف اللي كان مسطر في لاكوب دي موند، غادي يتم العزل ديالك ربما. امين، فوقاش كان شي اطار وطني مشكل في فسخ العقد مع الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. اعطيني واحد، خلي من الهضره ديال بعض الاعلاميين الخاويين، انت راه بعقلك. اعطيني الزاكي نهار اللي قالوا له غتمشي بحالك راه ما لقاوش مشاكل معاه، فاخر نهار اللي قالوا له نمشي بحالك راه ما لقاوش مشاكل معاه. اعطيني شي اطار وطني شي نهار بغى يمشي بحاله من كيخلق لي المشاكل ديال العقد وجيب لي العقد وزر مع العقد. ما كنعلموش لا كنمشيو مساله قانونيه تعاقديه. شوف اللي كاين الان، خصنا نقولوها اللي كاين الان. علاش خرج طارق سكيتيوي وبقى وهبي؟ اللي كاين هو ان وهبي قابله بهذا الشرط انه يدرب المنتخب المغربي بعقد الى نهايه كاس العالم، ومن بعدها مدبره حكيم. كاين شي نتائج ممتازه وتقوا فيه شي وزادوا معاه فتبارك الله، ما كانش غادي يرجع للمنتخب الاولمبي، ما كانش غير يرجع للمنتخب الاولمبي الذي حفز كثيرا وهبي. وهذا حتى ما كانش شي نتائج في المنتخب الاول راه غيشد المنتخب. واش كيبان لك حتى دابا الجامعه الملكيه غدير مع وهبي يدي كاس العالم ولا كيفاش؟ حيت حنا وصلنا للدومي فينال الاخير، ما حتى وصلنا للدومي فينال، دابا شنو غتشوف غيدي كاس العالم؟ لا ماشي كاس العالم، ماشي كاس العالم. اشنو ما غتقبلش الان دابا الجامعه في التصور ديالها بناء على الطموح ديال المغاربه وبناء على الانفصال مع وليد الركراكي، ما تقبلش الان على الاقل نوصلوا لديك ندوزوا دور المجموعات ولا ندوزوا الدور ديال الثمن. عندك حظوظ، ربما ثلاثه ديال المنتخبات غادي يدوزوا. انت لعبت الكره هي عندك حظوظ، عندك امكانيه، عندك حظوظ. لانه مثلا في قطر كانت واحد اكسبلوا اللي كانت ما كانتش زعما مدروسه، ما كانش واحد الهدف مسطر على اننا غنمشيو للدومي فينال، لانها هي كانت مرحله انتقاليه على بعد 3 شهور من كاس العالم ديال قطر 2022. لعب هذاك لو ديكليك بسيكولوجيك بالنسبه لوليد الركراكي مع اللاعبين، خرج منهم الماكسيموم. خدماتنا يعني الدوره كانت في ارض عربيه، جمهور يعني كان كانك لاعب في المركب محمد الخامس ولا الامير مولاي عبد الله. هذو كلها عوامل يعني كانت مساعده لان المنتخب الوطني يعني يدير مفاجاه، ماشي يمشي يوصل الهدف، كانت مفاجاه وخسر فيش فادي. ولهذا فما كنظنش على ان الجامعه الملكيه غادا تحط مع وهبي لانه خصو يدي كاس العالم، على الاقل يدير بريستاسيون مزيانه ويدوز للدور المقبل ومن ثم مدبره حكيم. ولكن حاليا بالامكانيات الحاليه بالعمل اللي كان على مستوى سنوات داخل المنتخبات الوطنيه، وصول ربما المنتخب الى ربع النهايه او نصف نهائي ديال كاس العالم 2029 بالنسبه لي ماشي مفاجاه سيدي. لا ولكن قلنا احنا 50% اللي ممكن ان التغيير من لوساتور ديال ليكيب، 50% ممكن ان التغيير من التركيبه البشريه. بس السؤال اللي خصنا نطرحوا حاليا يعني نفس التركيبه البشريه واش كانت عندك فوالا راه مع 2022 عندك هذوك مجموعين واحد 50 ولا 60 مع بعضياتهم كيعرفوا بعضياتهم. هذا عندك دابا هذا هو الفرق في التحول. السؤال حاليا واش عندنا التركيبه البشريه، اللاعبين، الجاهزيه اللاعبين، القوه اللاعبين اللي مشيو بهم لابعد مدى في كاس العالم؟ لا كاسماء كاينين كاسماء، ولكن الجاهزيه خصنا نشوفوها في التيران، خصنا نشوفوها في ماتش، نشوفوها كونتر الباراغواي وكونتر الاكوادور يعني في اواخر ديال مارس،
وممكن لانه مثلا يكون دي ماتش اميكو، وبناء على اللائحه وبناء على اللاعبين اللي ممكن على انه يعتمد عليهم في الثلاث خطوط اللي كاينه في الملعب، ممكن ديك الساعات تقرا قراءه اوليه واش ممكن انه المنتخب المغربي لانه يتالق ويكون عنده حظوظ كبيره في كاس العالم، او لا ممكن لانه يمشي باش ينشط البطوله، وممكن لانه يلعب الكاس افريقيا المقبله. انا بالنسبه لي كرايي يعني عندنا عناصر على جميع الخطوط وعلى جميع يعني لي بوست اللي ممكن لانها يعني تعطي اضافه كبيره للمنتخب المغربي، غير خاص ان الكاستينغ يكون مزيان. وقبيله السي محمد ماغودي قال على انه ربما وهبي كان عنده يعني درايه بالفئات السنيه اليو 20 يو 17، هذا شيء ايجابي لانه غيكون عنده درايه باليو 17 يو 20 وعنده درايه بالمنتخب الاول، لان اي واحد كيتبع المنتخب الاول في كاين المشكل هو لانه كان في المنتخب الاول وما عندوش درايه بالفئات السنيه، لانه الانسان او مدرب يجي من الفئات السنيه ويمشي للمنتخب الاول هذا عنده درايه بالمشروع ديال الجامعه ككل. وذكر قبيله امين على التجربه ديال اسبانيا مع ديال بوينتي، يعني كان في الفئات السنيه واستطاع على انه يحقق معهم القاب ومشى خدا معهم لا كوب دي موند. المدرب ديال الارجنتين كذلك هو كان في الفئات السنيه واستطاع على انه ياخذ معهم لا كوب دي موند. وهذا هاد المدربين معا استطاعوا على انهم يخلقوا واحد التوليفه ما بين هو خبره بالنسبه للعناصر ديال المنتخب الاول وهذوك العناصر اللي كانوا كيشرفوا عليهم، واستطاعوا على انهم يوفقوا واحد او يشكلوا واحد التوليفه اللي استطاعوا على انهم يمشيوا بها بعيد. علاش؟ لانه هذوك 50% اللي جابوهم بلوس هذوك 50% اللي كاينين، اللي كتقول على انه كاينين 50% ديال اللاعبين اللي عندهم اشباع تكتيكي من المستوى العالي غادي يفهموا اسلوب والطريقه ديال اللعب ديالك. ثم عندك هذوك العناصر اللي كانوا معاك حتى هما فاهمين الاسلوب ديالك، كيبقى غير كيفيه ديال التعايش كيفاش تندمجوا مع بعضياتهم باش يمشيو مزيان في الكومبيتيسيون. باش لا شوف المنتخب الوطني نتفق في واحد الشق ديال قيمه المدرب، ولكن كاين واحد الشق واحد العامل الاساسي خصنا ناخذوا بعين الاعتبار، العامل الزمني، الاطار الزمني اللي يشتغلوا فيه هذا المدرب ديال الارجنتين ولا المدرب ديال اسبانيا ماشي هو نفس الاطار الزمني اللي كيشتغل فيه غادي يشتغل فيه وهبي، ماشي نفس الاطار. لو ان هذا وهبي عنده واحد الفتره زمنيه محترمه جدا اللي غادي يقدر يخلق فيها واحد الانسجام بين الافضل، لا اللي باقي من العهد ديال وليد الركراكي ولا اللي من العهد ديال طارق سكيتي ولا من العهد ديالو، نقول ممكن عنده شحال من ضد فيفا باقا سي واحد مارس هذه ممكن تكون على فروق، ولكن المنتخبات المنتخبات ممكن على انه يعني في دو دات فيفا يقدر على انه يوصل الفكر والاسلوب ديالو كتعامل مع لاعبين يعني عندهم تشبع تكتيكي من اعلى مستوى. السي هشام راه المنتخب الاول دابا راه تغيير فيه حقيقي، تغيير بشري صحيح تغيير بشري حقيقي، راه من حراسه المرمى للدفاع الوسط الميدان للمهاجمين كثيره بزاف ديال التغييرات كاينه. دونك العامل ديال الزمن مختلف، وكاين عامل اخر مختلف وانا كنتحمل فيه المسؤوليه ديالي. وليد الركراكي ملي جا ساب المنتخب المغربي واجد، وليد الركراكي واحد خليل زيد كان موجد المنتخب المغربي، واحد خليل زيد كان سيء في التعامل، ماشي في التعامل السلوكي الانساني. هذا وهبي دابا اللي جاي لقى بان الفريق الوطني المغربي في العهد ديال وليد الركراكي تشتت، راه كاين فرق. وما تنساش لانه وهبي راه حيت هو اللي عطى واحد الكارت فيزيت لراسو. علاش؟ لانه وهبي راه كانت عليه انتقادات كبيره قبل ما يدي لا كوب دي موند. راه وهبي راه في الموسم الاول ديالو ما دوزناش حتى لا كوب دافريك، ومن بعد في الكوب دافريك ديال مصر مشاو لعب المباراه النهائيه وكان على انه الناس كلهم كيقولوا ما جابش اللقب، ولكن في لا كوب دي موند يعني بين البراعه ديالو، بين المجارات ديالو، المدارس يعني متنوعه من قارات مختلفه، واستطاع على انه جميل ان يعني حتى الجامعه الملكي المغربي لكره القدم